ميسي للهلال السعودي بعد عدم تجديد بقى ميسي مع باريس وانتهاء عقده سنه 2023 وممكن الانتقال الحر بتاعه لاي فريق تاني. بتلاقي بقى صراع ما بين برشلونه والهلال السعودي ونادي في امريكا على ان هم يقتنصوا ميسي. طبعا اكبر عامل لانتهاء مسيره ميسي مع الفريق تدهور في مستوى الفريق شبه ما انت شايف في الدوري او في دوري الابطال. طبعا انت في كل المعمعه ديت بقى كبرشلونه بتلاقي نفسك ان انت بتقول ان انت ممكن تبيع رافينها وبتقول ان انت ممكن تبيع فران توريس وكل دوت عشان توفر مرتب لميسي، وممكن اللي هو كمان يخفض في مرتبه وممكن ياخد نسبه من الاعلانات وياخد نسبه من الاستاد وياخد كل الحاجات ديت عشان يجي برشلونه. في الاخر بتلاقيه بياخد الاجازه بتاعته في السعوديه. طبعا في وسط الاجازه ديت بتلاقي بقى ان بيحصل معاه اجتماعات مع رؤساء النادي بتوع الهلال السعودي، وطلعت اشاعات كتير جدا جدا عن انتقال ميسي للهلال السعودي وكلها كانت غير مؤكده لغايه تم تاكيد انتقال ميسي للهلال السعودي من برنامج تشيرناجيتو الاسباني. هل فعلا ممكن نشوف الكلاسيكو مره ثانيه ما بين النصر والهلال السعودي وفيهم ميسي وكريستيانو؟